السنين بتعدي وانت مش حاسس انك بتتقدم. الكتاب بتاع النهاردة هيحل المشكلة دي. كتاب أفضل سنة في حياتك على الإطلاق للكاتب دارين هاردي. الكاتب بيقولك إن أفضل سنة في حياتك مش بتيجي بالحظ، دي بتيجي بالخطة. الكتاب ده مش تحفيز وخلاص، ده دليل عملي يخليك فعلا تعيش سنة مختلفة. رقم 1: الوضوح وتحديد الأهداف. أول مشكلة عند أغلب الناس إنهم عايزين كل حاجة، فلوس ونجاح وصحة وراحة، لكن من غير تحديد. الكاتب بيقول من غير وضوح مجهودك بيضيع. لازم هدفك يكون سمارت، ذكي، محدد، قابل للقياس، واقعي، مهم ليك وليه وقت محدد. ما تقولش عايز انجح، قول عايز ازود دخلي 30% خلال 12 شهر، واكتب هدفك، لان اللي ما بيتكتبش ما بيتحققش. تاني حاجة: صمم اسبوعك المثالي. السنة بتاعتك بتساوي مجموعة اسابيع، ولو اسبوعك فوضوي ما تستناش سنة ناجحة. اسأل نفسك امتى بتشتغل، امتى بتتعلم، امتى بترتاح، امتى بتقعد مع الناس اللي بتحبهم. الكاتب بيقولك التوازن مش رفاهية، ده وقود للاستمرار. مش لازم تكون مكنة شغل، لكن لازم تكون إنسان منظم. 3: العادات اليومية. السر الحقيقي: النجاح مش قرار كبير، النجاح عادات صغيرة بتتكرر. 30 دقيقة قراية يوميا، 20 دقيقة رياضة، ساعة تتعلم مهارة. الحاجات دي شكلها بسيط، لكن مع الوقت بتعمل فرق مرعب. ده اللي الكاتب بيسميه التأثير المركب. ابدأ يومك بروتين بسيط، واختم يومك بمراجعة سريعة: عملت ايه صح وايه محتاج يتعدل. 4: المحاسبة والمتابعة. لو محدش بيحاسبك عقلك هيضحك عليك. لازم تراجع نفسك، أو دفتر تكتب فيه، أو تطبيق تتابع عليه. المهم إنك تشوف الحقيقة مش الإحساس. التقدم اللي ما يتقاسش غالبا مش موجود. 5 حاجة: الفشل والصعوبات. الكاتب واضح جدا في النقطة دي. الفشل مش عدوك، الفشل هو مدرس ليك. أي سنة ناجحة بتساوي تعب زائد ملل زائد شك زائد أخطاء. الفرق إن الناجح بيكمل وبيتعلم وبيعدل، مش بيستسلم. 6: المراجعة والتعديل. مش لازم تكمل بنفس الخطة لو مش شغالة. راجع نفسك كل شهر أو كل 3 شهور. هل أنا ماشي صح؟ هل الهدف لسه مناسب؟ هل محتاج تغير الأسلوب؟ وما تنساش تحتفل بالإنجازات الصغيرة علشان نفسيتك تكمل. الخلاصة: أفضل سنة في حياتك مش هتبدأ يوم 1 يناير، هتبدأ من قرار واعي دلوقتي. قرار إنك تحدد، تخطط، تلتزم، وتكمل حتى وإنت تعبان. زي ما الكاتب بيقول: النجاح مش طفرة، النجاح نظام. ولو الفيديو عجبك ياريت لايك واشتراك للقناة، دعمكم لينا هو اللي بيساعدنا إننا نكمل.